حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل تورتايه لعيد ميلاد، والعيد ميلاد ده عيد ميلاد بنتي، ربنا يا رب يخليهم لي ويبارك لي فيهم. انا النهارده ان شاء الله هعمل لها تورتايه على شكل فراشه، هنعملها مع بعض من اولها لاخرها عشان خاطر اللي طلب التزيين ازاي. اهو انا هوري النهارده شكل التزيين، انا بس هوريكم هنقطع ازاي الفراشه ونخليها شكل الفراشه ازاي المبدأ بتاعها، وبعد كده هجلسها انا لوحدي وارجع لكم بقى ونشوف هنعمل ازاي شكل الاجنحه من فوق، والشغل بتاعنا هيكون العادي بتاعنا بقى احنا عارفينه، الشفشق اللي فيه ميه سخنه والسكينه الحلوه الجميله دي. وانا هنا علمت بالمسطره ازاي يبقى النص بتاعها عشان لما اقطع يبقى الجناح ده قد الجناح ده، ميبقاش جناح كبير وجناح صغير. طيب هنعمل معانا السكينه دي كده هو في الميه المغليه طبعا، ونمسحها بالفوطه المخصصه ليها هي بس. تمام. ونقول ايه، نيجي كده عند العلامه اللي احنا عاملينها ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وقسمناهم جناحين امامير. طيب نقول بسم الله. انا عندي طبعا هنا محضره ايه القاعده اللي هعمل عليها بقيه الشغل بتاعي. انا حطيت على قاعده دواره اهي، تمام، وهحط بقى فوق القاعده ديت هشتغل عليها واحطها فوق القاعده الدواره. تمام. نقول بسم الله ونشيل ايه اول جناح معانا. بسم الله. طبعا اللي مساعدني في الشيل والحط كده فيها ايه هو ان السبونج بتاعي معمول من بالليل واتحط في تلاجة كويس قوي، وعملته كده معاكم، يعني عملته قبل ما اطلع معاكم الطبقات الكريمه، يعني اللي مساعدني قوي 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 ان انا اقدر اشيل السبونج واحركه كده اهو ان هو السبونج معمول من بالليل واتحط في التلاجة، بس يبقى ملفوف في فوطه، يبقى ملفوف في ايه، فوطه مطبخ طبعا نضيفه. تمام. هضطر بقى امسح القلم الاول كده دي. تمام. تمام. نيجي هنا بقى ايه، بصوا ابتدت تدينا شكل الفراشه. طبعا نص بقى في جناح واخد يمه عن التانية كبيره، فهظبط بقى ايه الجوانح. رجعت لكم تاني. بصوا بقى انا عملت ايه، انا هنا قطعت من هنا، بصوا الجناح كده من هنا، بصوا عملت دي كده، رحت واخده بالسكينه خط كده اهو ومشيت بيه عشان اوصل يبقى الاتنين نفس الطول بتاع القطعه. تمام. عملت ايه، يعني عملت خط كده اهو، قطعت دي الاول وعملت خط كده اهو بالراحه بالسكينه، ورحت قطع ايه المثلث التاني اهو بيتقطع. بصوا زي مثلث، شكل مثلث. بصوا انا قطعه محضره اهو شكل مثلث. تمام كده اهو. بنشيله على جنب. تمام. وعايزاها انا ايه زي مسحوب كده، اروح واخده ايه حته كده خليه ايه زي المسحوب بالظبط كده اهو. تمام. انا ده حددته قبل ما يعني قبل ما ارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. تمام. بس شايفين السحبه اهي كريمه دي. تمام اهو كده بقى عندي شايفين شكل جناحين. تمام. كل ده هيبان بقى مع تظبيط الكريمه والتجليس والكلام ده كله. تمام. نيجي بس كده هنا نعمل زي ايه تدويره، نعمل لها كده زي تدويره كده اهو، نعمل لها زي شكل ايه تدويره، ما تبقاش يعني كده لا يعني مطوله كده، لا نخلي لها زي تدويره كده اهو بسيطه. ونشوف برضو لو في اي حاجه تانية زياده هنا هنشيلها. تمام اهو. خلي الجناحين من تحت زي بعض بالظبط. تمام. تمام. طيب انا بقى هجلسها واخلصها تجليس وهرجع لكم بقى ايه في الفينش الاخير خالص. رجعت لكم تاني. انا جلست التورتايه بتاعتي على شكل فراشه ودخلتها التلاجة عشان تسقع كده. طبعا انتوا عارفين احنا بنعمل تجليس اول وتجليس تاني. تمام. عملنا التجليس الاول ودخلتها التلاجة. تمام. بصوا انا معايا هنا عجينه سكر، هنعمل بابسط الاشياء اجنحه للفراشه، حاجات بسيطه وخفيفه. تمام. ودول عارفين انتوا القوالب اللي هي القطعات اللي هي القلوب دي احجامها، انا هاخد الحجم الكبير دوت وبعد كده هناخد حجم صغير قوي معايا. تمام. طب تمام. طب انا هعمل ايه دلوقتي، هاخد حته من عجينه السكر، هي بتبقى ناشفه شويه بس هنحاول معاها. تمام اهي. وعجينه السكر من الحاجات اللي بتحب قوي تقعدي ايه تعجني فيها حبه محترمين كده.
تمام. انا هاخد الحته دي كفايه قوي على قد ايه، على قد الجناحين. ومعايا لون اصفر، الالوان اللي هي الجل دي اكتر الوان بتمشي مع عجينه السكر. تمام. انا هلون العجينه ديت وهفضل اعجن فيها شويه كتير قوي 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 على الرخامه، وبعد كده هرجع لكم ونشوف هنعمل الانهي. بصوا انا هنا كده اهوت فضلت اعجن في عجينه السكر لحد ما بصوا بقت معايا لينه وجميله، ولونتها طبعا اكيد طبعا شايفين ايدي عامله ازاي من اللون الاصفر، شايفين لونها اصفر جميل قوي، اللون الاصفر كده. طب هنعمل ايه بقى عشان نفردها على الرخامه؟ عمرنا ما هنعمل كده، هتلزق معانا خالص. رشه نشا خفيفه تمام، وتفردي براحتك، يعني رشه نشا خفيفه كده وافردي. تمام. وامسحي ايدك كده اهو، امسحي كده من فوق عشان ايه تفرد معاكي وما تلزقش في ايدك، وافردي كويس قوي. احنا عايزينها رقيقه، احنا عايزينها ايه، جناح كده رقيق بسيط كده، مش هنغطي بيها، يعني مش هنغطي بيها تورتايه كامله، عشان كده رققي براحتك. لكن لو انت هتغطي بيها تورتايه كامله ما ينفعش تبقى رقيقه خالص معاكي، هتتقطع منك وانت شغاله يعتبر بتجلسيها كده على التورتايه. تمام. امسحي بقى لو في نشا كده ولا كده، بدل ما فردت معاكي بقى زي الفل، هتديكي القطعيه اللي انت عايزاها. يبقى القلب الكبير خالص ده ادينا جناح. ماشي. بسم الله نقطع اول جناح. انا حبيت قوي اللون الاصفر مع اللون الفوشيا ده، لونه حاسه الاتنين هينطقوا بعض جمال قوي كده اهو. تمام. بالراحه بقى احنا بنشيل عشان لو ما اتفصلتش كويس ايه ما نقطعهاش. تمام. اهي كده نشيل بالراحه بالراحه معانا خالص. تمام كده طلع ايه نظبط كده اهو، طلع اكنه جناح معانا للفراشه كده. برضو هنشيل الجناح التاني اهو معانا. نظبط كده، لو في حاجه ولا حاجه نفضي النشا اهو. بصوا معايا كده، بصوا معايا شايفين مش واضحه قوي، بصوا شايفين لما احطهم كده قصاد بعض هيدونا اكنهم ايه جناحين جمال. طب تمام. هنعمل ايه تاني؟ تركنهم على جنب. هجيب بقى من اللون الفوشيا ده حته. تمام. هعملها انا بقى على طول عشان ما اطولش عليكم. هجيب حته كده منه صغيره واطريها كويس قوي في ايدي زي ما طريت الاصفر دوت، وباصغر قطاعه عندي، وهعمل قلب تاني عشان يبقى هنا كده اهو. عملت القلب فوقيه القلب التاني البنك عشان يبقى واخد من التورتايه اهم. بقوا كده الجناحين قصاد بعض اهم حبايبي، شايفين الله على الامارات شايفين. طب تمام. عايزين بقى نعمل الجناح الصغنن خالص اللي بيبقى في الديل من تحت كده، اللي هو ده. بصوا ده هنعمله ازاي ده بقى؟ برضو نفس الكلام، هنفرد العجينه الصفرا دي ونجيب القطاعه القلب. تمام. ونضغط عليها بعد ما يطلع معانا شكل القلب كده اهوت، هنجيب القطاعه دي ونخليها بالنص، يعني نقسم القلب كده بالنص. تمام. والنص اللي هيطلع معايا الشكل العدل ده كده اهو هناخده هو ونعمل واحد تاني ونطلع منه الشكل برضو العدل ده. تمام. انا هفرد بقى العجينه وارجع لكم اوريكم ازاي يطلع معايا شكل عدل. هنا كده اهو قطعت شكل القلب، طبعا بالقلب الكبير اللي انا شغاله بيه. تمام. بصوا بقى هعمل ايه، شايفين هنزل بصوا في النص هنا واظبط كده ينزل ايه على ده، واروح ماسكاه وظبطه القلب كويس قوي اهو. خد ايه اهو كده. تمام. هيطلع معايا بايدينا كده نديله مسحه لفوق عشان يديني شكل ايه السبعه. هيطلع معايا شكل ايه الديل اللي بيبقى لتحت كده اهو. يا جماعه بصوا يبقى الديل الايه اللي لتحت كده اهو. تمام. دي خلاص كده هنرميها. نفس الكلام هعمل برضو واحده صغيره من دي عشان احطها فوق ايه الديل اللي بيبقى من تحت كده دوت. واحده برضو صغيره فوق عشان يبقى ايه الوانات متناسقه مع بعضها. تمام. هعمل انا القلب التاني دوت هقطعه زي كده اهو جناح برضو تاني وارجع لكم تاني. هنا كده اهو عملت الفراشه وجلستها. تمام. وعملت جناحاتها الاتنين. انا كنت مصره من مبدا ان هو ديل مش عارفه ليه. المهم وعملت اللي هي تبقى فراشه كده دي، انا عملتها زلوه الجسم بتاعها بيبقى فوق. عملتها ازاي؟ جبت دي كده الاصفر بتاعي وجبت سكينه ورحت ايه يعني بربطها كده. طبعا دي اتخن شويه، دي بس مجرد اوريكم الفكره. وبسكينه وعملت كده 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 كده، وجبت بقى من تحت رحت شاده شويه دي يديني ايه رفع شويه يبقى ليها ايه الجسم بتاعها. ورحت جايبه منها الاصفر برده كوره كده، عملت لها ايه اللي هي الراس اللي هنا
وبخلة الاسنان دي، وحطيتها فيها، وحطيت عليها ايه اللون الاسود دوت بخلة الاسنان. يعني لو انت عجينة السكر دي اسود، ورحت حاطه خلة الاسنان في الراس من هنا، ورحت حاطه فوقيهم ايه الدوائر ولزقتهم فيها. تمام. انا الزبط كمان كان ده يأثر معايا، فحبيت اعمل لها شايفين زي ظل كده من تحت، جميل قوي. تمام. طب انا كده هعمل ايه؟ انا كده هحط الاجنحه تمام بتاعتها اهي. بسم الله بسم الله كده اهي، خليها قريبه شويه من الجسم. تمام، عشان بس تبقى باينه ان هي لازقه فيها. تمام. هكمل الجناح التاني وارجع لكم. وبكده نكون عملنا احلى تورته فراشه معاكم، كاتبه عليها رانسي بنتي حبيبتي، ربنا يخليها لي يا رب. ودي كانت حلقتنا النهارده من مطبخ لولي، طريقه عمل تزيين الفراشه ازاي عملناها مع بعض. ونقول ايه بقى، متنسوناش في اللايك والشير، ويا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبكده احنا زينا احلى تورتايه على شكل فراشه بكل التفاصيل معاكم. يا رب يكون شكلها حلو ويعجبكم. شايفينه يا جماعه؟ شايفين الحلاوه؟